بداية الحلقة الثالثة بنعرف إنه راكيل خانت خيرمان مع صديقه سيمون قبل وفاة أمها، والفيديو ده ليها معاه، وشوية بيجيها رسالة من نفس الرقم بتقول فيها الفيديو حيتم نشره على الانترنت لو ما حطيتي الأسئلة دي في الامتحان، ومع الرسالة قائمة لأسئلة امتحان أدب. في المدرسة قبل ما تبدأ الدرس بتكتب في السبورة كلمة لا بخط كبير، فبيسألوها إيش معناها، بتقول لهم حيفهم اللي قصدت توجيه الرسالة دي ليه، وبتحذرهم إنه الاختبار مش حيكون سهل. لما بيخلص دوامها وبتخرج بتلاقي صاحبتها تيري مستنياها برا، بتفرح بجيتها وبيروحوا مع بعض لغابة، وبتنصح تيري راكيل تروح تبلغ الشرطة لأنه ده ابتزاز ومش قانوني. وأصلا بما إنه خيرمان عارف موضوع سيمون بترد عليها راكيل وبتقول لها إنها مش حتقدر تبلغ لأنه هي وخيرمان اتخطوا الموضوع ده بالعافية، وبتعترف إنها كانت على علاقة بسيمون لمدة 3 شهور وهي ما قالت الحقيقة دي لخيرمان، وكمان مش عايزة تخرب علاقتهم بعد ما وقف معاها خيرمان بعد وفاة أمها. بتشك راكيل إنه روي هو اللي بيهددها، فبتشيك على درجاته بتلاقيها كلها ضعيفة، وبعدها بتيجي عندها معلمة ومعاها صندوق فيه كتب وروايات تبع فيروكا وبتعطيها إياه. بتفتح راكيل الصندوق وهي بتدور في الكتب بتلاقي ورقة مكتوب عليها إشعار حجز على الممتلكات من البنك. المهم بعد ده بتروح راكيل بتلتقي بروي وبتقول له يوقف اللي بيعمله، بس هو مش فاهم عن ايش بتتكلم، وبيقول لها انه ما عمل حاجة. فبتسأله مين اللي ممكن يكون ورا الموضوع ده، بيقول لها انه مش عارف مين، فبتترجاه انه يعرف مين اللي بيهددها ويوقفه. ولما بترجع للبيت بتكون قلقة جدا، فبتدور على كتاب كان لأمها وما بتلاقيه، فبتبدأ تبكي. بيشوفها خيرمان بالحالة دي فبيحاول يهديها، وبيخرجوا مع بعض بالدراجات وبيروحوا للينابيع الحارة، فبيكلمها على موضوع يشتري مطعم أمه، وفي نفس الوقت حيرجع يشتغل صحفي. وهم ماشيين في الغابة بيلتقوا بواحد اسمه أسفيدو بيعرفوا خيرمان وبيدعوهم للحفلة اللي عاملها في بيته. وهناك بتشوف راكيل صورة لفيروكا على يخت مع سياسيين وأسفيدو وكمان أبو ياغو توماس اللي بيكون مقاول معروف. بتستغرب راكيل من الصورة، فبتسأل أسفيدو عن فيروكا وهل كان بيعرفها، بيقول لها إنها كانت حلوة وكمان بتحب الحفلات. بعد ده بترجع راكيل مع خيرمان للبيت وتقول له إنها حتبيع بيت أمها عشان يشتري المطعم. أما رسائل التهديد بتزيد عن حدها، وراكيل بتحاول تعرف مين اللي بيرسل لها ولكن بدون فايدة، فبتقرر تحط الأسئلة اللي انطلبت منها. بيشوفها ماورو وهي بتكتبها، فبيسألها ليش بتكتبي أسئلة امتحان فيروكا، فبترفض تجاوبه. بيزن عليها فبتقول له في واحد من الطلاب له فترة بيهددني وطلب مني أحط الأسئلة دي في الاختبار، فبيطلب منها ما تستسلم للتهديدات لأنه ده اللي عايزينه منها. فبتقول له إنها عايزة تعرف مين اللي بيعمل فيها كده ولو عندك شك في حد. بيقول لها ياغو كانت فيروكا بتخاف منه وكان مهووس بيها. في يوم الاختبار بتضطر راكيل تحط الأسئلة اللي انطلبت منها، وبعد الاختبار بتتكلم مع ياغو وبتقول له أنا عملت نفس ما قلت فلا تعاملني نفس ما عملت مع فيروكا. بيقول لها أنت مش عارفة ولا حاجة عن اللي بيني وبين فيروكا فلا تجيبي اسمها على لسانك. نرجع للماضي، فيروكا وياغو بدوا يتعرفوا على بعض أكثر في الجيم اللي كانوا بيروحوا ليه سوا. وفيروكا في الفترة ديك أمها وأبوها اتحجز على بيتهم وأملاكهم كلها من البنك، فبتوعد أمها إنها حتلاقي طريقة تساعدهم بيها. ولما بتقول لماورو إنها حتساعد أمها وأبوها ما بيعجبوا الكلام ده، فبيدخلوا في نقاش حاد وبتخرج فيروكا من البيت. نرجع للحاضر، بيزور سيمون خيرمان وعيلته، ولما بتشوفوا راكيل بتتصدم صدمة كبيرة، فبتحاول تتصرف طبيعي وبتسلم عليه. فبتخرج من البيت بحجة إنها حتمشي الكلب، وبتتصل بتيري عشان تقول لها إنه سيمون موجود في البيت. بتحاول تيري تهديها وتقول لها إنه عادي يزور خيرمان لأنه صديقه، بس راكيل شايفة إنه دي صدفة غريبة يجي في الوقت نفسه اللي بتتعرض فيه للابتزاز بخصوص الفيديو بتاعهم مع بعض. بعد ما بترجع للبيت بتلاقي سيمون راح، وبيقول لها خيرمان إنه بكرة حيقدروا ينتقلوا لبيتهم الجديد. في المدرسة بتتكلم مع روي وبتسأله إذا كان هو اللي دعا سيمون يجي لعندهم للبيت، ولكن هو ما بيفهم عن إيش هي بتتكلم، فبتقول له إنه اللي بتعمله غير قانوني. بيقول لها أنا ما لي علاقة بالموضوع ده، وإنت ليش ما تروحي تبلغي، خايفة من إيش؟ فبيحذرها إنه دي بلدة صغيرة والكل بيعرف بعض والكل بيحمي بعض. بعد المدرسة
بتروح راكيل للبيت الجديد وبتلاقي سيمون بالبيت وبيقول لها انت اللي قلتي لي اجي اقابلك، بس هي مش فاهمه. فبيوريها حساب عليه صورتها واسمها بتراسل معاه من فتره، بس راكيل بتقول له ده الحساب مش بتاعي، وبتطلب منه يخرج من البيت قبل ما يجي خيرمان. بتروح لقسم الشرطه عشان تبلغ انه في حد انتحل شخصيتها، ولكن قبل ما تعطي الضابط معلوماتها بتشوف صوره ليه مع ياغو، فبتتذكر كلام روي ليها فبتتراجع وبتخرج من مركز الشرطه. بتروح بعدها عند ماورو وبتحكي له عن كل اللي حصل لها، وبتساله اذا فيروكا واجهت مشاكل زي دي، فبيديها مفتاح بيت فيروكا الثاني. بيقول لها انه فيروكا كانت بتسكن لوحدها بعد ما انفصلنا، فبينصحها تروح لبيتها وتدور اذا لقت حاجه تفيدها. نرجع للماضي، بتنفصل فيروكا عن زوجها وبتسكن لوحدها. بيحاول ماورو يقنعها ترجع ولكن بدون فايده، فبيسمع ياغو كلامهم فبيطلب يكلمها. بيقول لها انه سمع كلامها مع زوجها وبيسالها هل المشكله اللي بينك وبين زوجك لها علاقه باللي بيننا. بتستغرب فيروكا وبتقول له ما في شيء بيني وبينك، بس انت بتتمرن معايا في الجيم. فبيسالها عن صوره اللي كان بيرسلها لها، بتقول له وريتهم لابوك عشان يعرف انت ايش بتعمل في المدرسه. بالليل بتروح فيروكا لبيت توماس ابو ياغو وبتكون على علاقه به من فتره، بتقضي معاه الليله. وفي نص الليل بيجي ياغو للبيت وبيشوف سياره فيروكا واقفه برا، فبيفقد اعصابه وبيبدا ينادي عليها. بيخرج عنده ابوه عشان يهديه، ولكن ياغو بيصرخ عليه فبيضرب ابوه. وبتخرج فيروكا من البيت. في اليوم الثاني بيغيب ياغو عن المدرسه، فبتلتقي بيه في الجيم. بيقول لها كيف قدرتي تدخلي في علاقه مع ابويا، وبيهددها وبيقول لها حتندمي على اللي عملتيه. في يوم بتكون فيروكا خارجه من عند ماورو، بتلاقي ياغو مستنيها برا وبيقول لها انه ما رح يقدر يرجع للبيت وما عنده مكان يبات فيه. وبيسألها هل زوجك عارف بعلاقتك مع ابويا، بس فيروكا ما بتجاوب وبتوديه لشقتها الثانية عشان يبات فيها. نرجع للحاضر، بتروح راكيل لشقة فيروكا وبتحاول تلاقي اي شيء يقدر يساعدها، فبتلاقي كاميرا فيها صور لفيروكا في الجيم ومعاها ياغو، وبتدور في ملابسها بتلاقي مفتاح لخزنة الجيم بتاعتها. فبتروح راكيل على الجيم نفسه وبتلاقي خزنة فيروكا، ونيريا بتشوفها وهي بتدور في الخزنة فبتتصل على حد في التليفون. بتلاقي راكيل شنطة فيها تليفون لفيروكا فبتاخده وبتخرج من هناك. ولما بتركب سيارتها بيكون ياغو مراقبها من بعيد، وهي سايقة سيارتها بيكون في حد بيتبعها وشوية بتعمل حادث وبتفقد الوعي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.